مطاوعة مطاوعة، ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ شغلتونا مطاوعة مطاوعة، أفلا تعقلون؟ ما ذنب اللحية إذا أطلقها فاسد؟ وما ذنب اللحية إذا أطلقها كذاب؟ وما ذنب اللحية إذا أطلقها قاطع رحم؟ وما ذنب اللحية إذا أطلقها خائن؟ هناك من يطلق لحيته من أجل الموضة، وهناك من يطلق لحيته من أجل يشوه بالدين وبأهل الاستقامة وبأهل الصلاح، وهناك من يطلق لحيته عادة. قال سبحانه وبحمده: ولا تزر وازرة وزر أخرى. تقول لقاطع الصلاة: لماذا لا تصلي؟ يقول لك: فلان يصلي ولكنه كذاب. يا سبحان الله. طيب ما ذنب الصلاة؟ وكذا قل في الحج، وكذا قل في الاستقامة، وكذا قل في حفظ القرآن. ما ذنب العنب عباد الله إذا صار خمرا؟ وما ذنب الحجاب إذا لبسته فاسدة؟ وما ذنب الإسلام إذا كان هناك من يشوه بصورته؟ الحق واضح والباطل واضح والفرق واضح. أليس منكم رجل رشيد؟ يا من هذا حاله، استيقظ من غفلتك وقم من نومك وسباتك وعد إلى ربك وإلى الحق والصواب. لا خير في عقل إذا لم يستنير بنور الكتاب والسنة، والعقل يكون تبعا للكتاب والسنة، أي تبعا للنقل وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهناك من يردد تلك المقولة الخاسرة الخائبة البعيدة عن العدل والحق والصواب، وهي المطاوعة خربوا البلاد. يا سبحان الله. الذين يفسدون في الأرض ويسعون إلى زعزعة الأمن والأمان ويتسببون في نشر الفتن والدمار بين المسلمين، فهؤلاء ليسوا مطاوعة، بل هم مفسدون مجرمون، وإن تظاهروا بالدين والصلاح ما لكم كيف تحكمون؟ فالعاقل هو الذي يتأمل فيما يقول وفيما يتكلم به، ويتقي الله في قوله، ويعلم علم اليقين أنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عما يقوله. قال سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون. قال سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فيا عبد الله، فإذا رأيت إنسان يكذب فالعيب فيه وليس في لحيته، فلا تنظر بعين عوراء، فاللحية سنة الأنبياء وزينة الأتقياء وسمات الأولياء، فإذا رأيت عيبا عند من يطلقها فالعيب ليس فيها بل عند صاحبها. أفلا تعقلون؟